دفع مستر بيست لحارس المرمى $100,000 ليغادر الملعب. وخلال المباراة كان بعض الستريمرز يتصارعون حرفياً داخل أرضية الميدان، ولعب مارلون وكأنه مالديني في أوج عطائه. كما ظهر السبب الحزين لغياب سوبيد. إليك كل ما فاتك من مباراة الخير. أقيمت مباراة هذا العام في ملعب أحمد بن علي في قطر، وشهدت مواجهة فريق تشانكس وارفون الذي ضم مارسيلو، إيدن هازارد ومارلون ضد فريق أبو فلاز إتسعد الذي شارك فيه تييري هنري، ريبيري، KSI وغيرهم الكثير. إيدن هازارد تحرك وكأنه عاد إلى أيامه الذهبية، يراوغ لاعبا تلو الآخر، بينما سجل دييغو كوستا هدفا خرافيا. وعندما حاول KSI تنفيذ حركة رونالدينيو الشهيرة، انتهى به الأمر بضرب خصمه بقدمه في وجهه، لتتحول اللقطة إلى عراك قصير داخل الملعب. ثم دخل مستر بيست كبديل وغير مجريات المباراة بالكامل. أخرج حقيبة تحتوي على $100,000 وحاول رشوة حارس المرمى ليغادر الملعب، لكن الحارس رفض ورفع المال أمام الجماهير. وأثناء انشغاله بذلك سجل مستر بيست ركلة الجزاء بهدوء تام. لكن القصة لا تتوقف هنا. رغم أن مارلون لعب وكأنه لاعب محترف في الدرجة الأولى، إلا أن تييري هنري أظهر له حركته الشهيرة بالتمريرة الوهمية وتركه واقفاً في مكانه. لكن كان هناك لاعب واحد مفقود. لماذا لم يشارك سبيد في المباراة؟